عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الأصدقاء ديالي مرحبا بكم معنا في قناتنا وقناتكم أنوار الصاد. الأصدقاء ديالي اللي كتاول مرة كتشوفوا القناة ديالنا فما تبخلش علينا بواحد لايك اشتراك في القناة تفعل تك زر الجرس باش ديما تكون من الأوائل اللي كيتوصلوا كل جديد ديالنا والفيديوهات الحصرية ديالنا. الأصدقاء ديالي فيديو ديال اليوم فراه فيديو يستحق المشاهدة، حيث غادي تشوفوا أحد الملاعب المغربية فين وصلت في الإصلاحات ديالها. غنشوفوا المركب مولاي عبد الله فين وصل الإصلاحات ديالو، شنو هي آخر التطورات ديال هذا الملعب، وغادي نشوفوا ايضا ملعب البريد فين وصلت فيه الاصلاحات. المهم اصدقاء ديالي الى عجبكم هذا المحتوى هذا فما تبخلوش علينا بلايك ديالكم الاشتراك في القناه تفعلوا لنا داك زر الجرس باش تكونوا من الاوائل اللي كتوصلوا كل جديد ديالنا والفيديوهات الحصريه ديالنا، ونستمروا ديما في جلب كل جديد ديال الملاعب المغربيه، خصوصا هذا الوقت هذا اللي تم المنع ديال التصوير بالدرون الملاعب اللي كنا كنتابعوها بواحد الوتيره جميله وكانت كتعطي واحد النظره سباقه للشعب المغربي باش انه يشوف هذه الملاعب. المهم اصدقائي ديالي نخليكم مع الصور هذه ديال هذه الملاعب هذه ونتلاقاو في نهايه الفيديو ان شاء الله. تشهد مدينة الرباط حالياً تطورات ملحوظة في مشاريع تحديث وتطوير البنية التحتية الرياضية، خاصة فيما يتعلق بملعبي الأمير مولاي عبد الله ومولاي الحسن. ملعب الأمير مولاي عبد الله تتواصل أعمال التجديد في هذا الملعب بوتيرة سريعة استعداداً لاستضافة كأس الأمم الإفريقية 2025. تم الانتهاء من بناء المدرجات بالكامل، وبدأت عملية صباغتها باللون الرمادي باستخدام تقنيات حديثة. بالإضافة إلى ذلك، يتم تركيب نظام متطور للمراقبة بالفيديو داخل الملعب، مع بناء مرأب جديد في الجهة الجنوبية بتكلفة إجمالية تصل إلى 285 مليون درهم. من المتوقع أن تكتمل هذه الأعمال في غضون 3 أشهر. ملعب مولاي الحسن، انطلقت رسميا أعمال إعادة بناء هذا الملعب بهدف تحويله إلى صرح رياضي حديث بمواصفات عالمية. سيتميز الملعب الجديد بتصميم معماري عصري، حيث سيكون مغطى بالكامل وبدون حلبة جري، مع زيادة سعته الاستيعابية إلى 22 ألف متفرج. تبلغ تكلفة المشروع حوالي 795 مليون درهم، وسيتم تشييده على مساحة 2.7 هكتار. هذه المشاريع تأتي في إطار استعدادات المغرب لاستضافة البطولات الرياضية الكبرى، وتعكس التزام المملكة بتطوير البنية التحتية الرياضية وفقا للمعايير الدولية. لمزيد من التفاصيل حول تقدم الأعمال في ملعب الأمير مولاي عبد الله، يمكن مشاهدة الفيديو التالي.
ديالي وصلنا لنهايه الفيديو. الا كان عجبكم الفيديو ديال اليوم فما تنساوش علينا بواحد لايك، اشتراك في القناه، تفعلوا داك زر الجرس باش ديما تكونوا من الاوائل اللي كيتوصلوا بكل جديد ديالنا والفيديوهات الحصريه ديالنا. اصدقائي ديالي كان هذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم، ما بقى ليا الا نودعكم ونتلاقاو في فيديو مقبل ان شاء الله. ما تنساوش تخليو لنا الاراء ديالكم في اسفل التعليقات، بارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم باش يوصل جميع المغاربه داخل وخارج انحاء الوطن. الاصدقاء ديالي كان هذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم، كنتو في قناه انوار صطاد. الى عجبكم هذا المحتوى هذا فما تبخلوش علينا بالدعم ديالكم بالاشتراك في القناه، وتكثروا لنا من لايكات الفيديو، وتكتبوا لنا باسفل التعليقات كلمات مشجعه لنا باش ديما نستمروا في كل جديد من الفيديوهات الحصريه ديال الملاعب المغربيه. الاصدقاء ديالي ما بقى لي الا نودعكم ونتلاقاو في فيديو مقبل ان شاء الله.